السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ لما بتيجي تشتري تليفون في الفئة الاقتصادية دايما بيكون عندك مشكلة اسمها التضحية. هتضحي بالشاشة، هتضحي بالأداء، هتضحي بالكواليتي او ايا كان اللي انت هتضحي بيه. ولكن ايه رأيك لو قلت لك ان في تليفون هيريح دماغك بنسبة كبيرة قوي من موضوع التضحيات ده؟ ملك الفئة الاقتصادية الجديد من سامسونج ال A07. خلينا نعرف كل حاجة فيه. التليفون وبكل تأكيد بيجي بخامات بلاستيكية بالكامل، ولكن بتصميم ظهر مميز، نفس لغة تصاميم سامسونج الموحدة واللي اتعودنا عليها في كل أجهزتها اللي بتنزل الفترة الأخيرة. اللون الزيتي الجديد واللي طالع موضة في كل تليفونات الموسم شكله أحلى بكتير قوي على الحقيقة ما أنت شايفه في الكاميرا، وفي الإضاءة بيديلك شوية انعكاسات لطيفة قوي الصراحة. ولكن مشكلته الأساسية هي التبصيم. التليفون ده بيلقط البصمات حرفيا من الجو. أنا مسحت التليفون ده تقريبا 85 مرة عشان أصور الشوت اللي حضرتك شايفه ده. فالحل بالنسبه لك طبعا هيكون الكفر الشفاف اللي مش بيجي في العلبه، لان علبه التليفون فاضيه مفيش فيها اي حاجه غير التليفون والوصله. الفريم اكيد برضو من البلاستيك ومفيش فيه اي حاجه مميزه الصراحه غير التانيات اللي شكلها فخم قوي دي. شكلها مميز قوي الصراحه ومخليه شكل التليفون اغلى بكتير من سعره. من فوق عندنا مايك اضافي للعزل اثناء المكالمات، ومن تحت عندنا منفذ الشحن التايب سي ومدخل السماعات ال3.5، وكمان السماعه المونو الوحيده اللي موجوده في التليفون، واللي صوتها للاسف مش احسن ولا اقوى حاجه. السماعه صوتها حاد جدا ومفيش فيه اي تفاصيل، حتى العلو بتاعها مش حاجه واو ولا حاجه اعلى من العادي. من الجنب الشمال عندنا درج الشرايح واللي بيدعم تركيب شريحتين مع كارت ميموري في نفس الوقت، وده هيكون مناسب جدا لان التليفون ده بيجي بكذا اصدار، من ضمنهم اصدار مساحته 64 جيجا بس. من الجنب الثاني عندنا ازرار التحكم في الصوت وكمان زرار الباور اللي مدمج فيه البصمه اللي عندي عليها للاسف تعليق. البصمه ولا هي اسرع بصمه ولا هي ادق بصمه، وعادي جدا ان التليفون تجرب تفتحه وما يرضاش يفتح من اول مره، وعادي انه ساعات ياخد وقت طويل عشان يفتح، وكمان ساعات وده ما حصلش كتير ان اصلا البصمه ما ترضاش تفتح خالص وتضطر انك تكتب الباسورد. والحقيقه انا مش عارف هل المشكله دي مشكله هاردوير وجوده البصمه ولا مشكله سوفت وير وممكن يجي تحديث يحلها. ولكن انا لقيت حل نسبي للموضوع ده، وهو انك تسجل نفس بصمه صباعك مرتين. ده هيقلل شويه من المشاكل دي ولكنه مش هيقضي عليها تماما. خليني كمان اقول ان التليفون ده مقاوم للميه والتراب بمعياريه IP54، وده معناه ان التليفون مش مقاوم للميه ولا حاجه. فحاول على قد ما تقدر انك تتجنب ان التليفون ده يجي عليه اي ميه. نبص دلوقتي على واجهه التليفون عشان نلاقي هذه الشاشه المتواضعه اللي بتيجي بمقاس 6.7 بوصه وبدقه HD بلس فقط، مع تردد 90 هرتز وبانل IPS LCD. كل الكلام ده على فكره انا ما عنديش فيه اي مشكله، بل وكمان خليني اقول لك ان بالسعر ده دي واحده من اجمل الشاشات اللي انت ممكن تجربها. ولكن انا مشكلتي في التصميم القديم العتيق ده. التليفون كل ما ابص للحواف بتاعته والدروب نوتش اللي بقى لها 36 سنه دي بحس ان انا بيجي لي ضيق في التنفس. والحقيقه انا مش عارف ايه الفكره من تعنت سامسونج وتمسكها بالتصميم اللي عاف عليه الزمن ده. والفكره هنا ان حتى مقارنه بنفس المنافسين اللي في نفس الفئه نادرا ما بقى الواحد يشوف الحواف الكبيره دي والدروب نوتش الغريب ده. وحتى لو انا شفت الكلام ده في اي تليفون تاني انا هطلع اقول نفس الكلام. دلوقتي بقينا نشوف تليفونات بتتني وتتفتح وتتشقلب، ومش مبرر خالص فكره ان هو عشان تليفون في الفئه الاقتصاديه. احنا على مشارف 2026 واعتقد كل التصميمات القديمه دي لازم تكون انتهت، وخصوصا من شركه كبيره زي سامسونج. المهم وبعيدا عن التصميم العبيط ده فالشاشه فعلا جميله بالنسبه لمعظم المنافسين. الاضاءه طبعا مش اشد حاجه خصوصا في الاضاءه الخارجيه، ولكنها هتأدي الغرض. الالوان وبحكم ان البانل هنا IPS LCD زي ما هو متوقع طبعا من تليفون في السعر ده مش اموليد، فهي مش بنفس قوه وحده الوان الشاشات الاموليد بتاعه سامسونج. ولكن بالنسبه للفئه دي فهي فعلا واحده من احلى الشاشات اللي انت ممكن تجربها. غير ان الشاشه بتيجي بطبقه حمايه تمبرد جلاس 2، واللي بالمناسبه هي طبقه حمايه قويه جدا وتقريبا مش موجوده في اي تليفون تاني في الفئه دي وفي فئات اعلى من كده كمان. ندخل دلوقتي على حاجه ما فيهاش كلام كتير وهي الكاميرات. ومبدئيا خلونا نكون متفقين ان محدش بيشتري تليفون في الفئه دي وبيكون منتظر اداء قوي من الكاميرات. وبمناسبه كلمه كاميرات اللي انا عمال اقولها كتير دي فخليني اقول لك ان التليفون ده بيجي بكاميرا واحده بس، كاميرا وحيده بدقه 50 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.8، والعدسه اللي تحت هي خاصه بالدبس او العزل وبتيجي بقوه 2 ميجا بكسل. اداء الكاميرا هنا الصراحه افضل بشكل طفيف من معظم التليفونات اللي في نفس الفئه. الالوان هنا احسن بكتير ومشبعه وزاهيه اكتر، وغالبا الفضل في ده بيرجع طبعا لمعالجه سامسونج للصور. التليفون هيقدر يديلك صور مقبوله جدا مش سيئه اطلاقا، ولكن كل الكلام ده في الاضاءه الخارجيه او الاضاءه الشديده. اداء الكاميرا بالليل زيه زي معظم تليفونات الفئه اداء ضعيف. التليفون بيقدر يصور فيديو لحد 1080 مع 60 فريم ودي جوده ممتازه. بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتيجي بقوه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.0، ولكنها طبعا وكالعاده غير قابله للاستخدام بالليل. ملخصا كده اداء الكاميرات عموما في التليفون ده مقبول، الوان حلوه، معالجه كويسه، واحسن من معظم التليفونات اللي في نفس الفئه دي. سيبك بقى يا باشا من كل الهري اللي فات ده وركز معايا في اهم واقوى نقطه في التليفون ده. وطبعا احنا هنا بنتكلم عن الاداء، وملك القصه بتاعتنا النهارده هو طبعا المعالج
المعالج اللي بيجي من ميديا تك وهو الهيليو جي 99. المعالج ده واللي موجود في تليفونات بضعف وضعفين سعر التليفون ده حتى موجود في الاخ الاكبر الاي 17 وكان موجود السنه اللي فاتت في الاي 16. المعالج اقوى بكتير من سعر الجهاز وما اعتقدش ان في اي تليفون تاني في الفئه هيقدم لك اداء اقوى من كده. ده غير تقنيه ال 6 نانومتر اللي متصنع بيها المعالج ده واللي هتضمن لك حاجتين، اولهم السخونيه القليله، فالتليفون هنا مش بيسخن خالص بدرجه كبيره، وكمان توفير الطاقه لان التليفون ده مش بيستهلك بشكل كبير خالص من البطاريه. وهنيجي لنقطه البطاريه دي قدام شويه. عموما التليفون ده بيجي بثلاث نسخ وهم 64 جيجا مع 4 جيجا رامات، 128 جيجا مع 4 جيجا رامات، 128 جيجا مع 6 جيجا رامات. واللي معانا النهارده هي اقل نسخه فيهم، نسخه ال 4 جيجا رام مع 64 جيجا مساحه داخليه. طيب هل اداء ال 4 جيجا رام كويس؟ هكلمك وبكل صراحه، لو انت عايز موبايل ما يعديش ال 5000 جنيه ومش معاك اكتر من كده هات التليفون ده ومش هيكون متعب معاك اطلاقا. ولكن لو عايز اداء مستقر اكتر، تطبيقات اكتر مفتوحه في الخلفيه، سلاسه ونعومه اكتر في الاستخدام، يبقى طبعا هات ال 6 جيجا رام، لانه على الرغم من قوه المعالج اللي معانا هنا ولكن سوفت وير سامسونج ال 1 يو اي هو سوفت وير دسم. وخلينا برضو نقول بكل صراحه ان 4 جيجا رامات مش بيكونوا كافيين ولا بيخلوا السوفت وير بتاع سامسونج يشتغل بكامل قوته ولا بكامل طاقته. وبمناسبه الكلام عن السوفت وير، فالتليفون ده بيجي ب6 سنين تحديثات للنظام، يعني التليفون هيوفر لك اعتماديه بشكل كبير وهيقدر يعيش معاك مده طويله. طيب هل معنى الكلام عن 4 جيجا رامات ده ان التليفون هيفضل يعلق معايا ومش هعرف استخدمه بشكل مريح؟ لا طبعا، التليفون هيشتغل معاك بصوره طبيعيه وكل حاجه هتبقى تمام، هتنقل ما بين تطبيقات، برامج سوشيال ميديا، كل حاجه معاك هتبقى زي الفل، بل وكمان هتقدر تلعب عليه عادي سواء ببجي او اي حاجه مشابهه ليه. ولكن انا بتكلم هنا ان المعالج ال 4 جيجا رامات دول هيكونوا محجمين قوته شويه، فلو تقدر تجيب 6 جيجا رامات عشان تقدر تستغل كل قوه المعالج وتستفيد من الاداء الناعم السلس تبقى عملت الصح مع نفسك. لكن لو مش هتقدر تزود وهتجيب نسخه ال 4 جيجا رامات، فخليني اقول لك ان بالسعر ده مش هتاخد اداء احسن من كده. خلينا دلوقتي ندخل على اقوى تاني ميزه في التليفون وهي البطاريه. البطاريه بتيجي بحجم 5000 ملي امبير مع دعم للشحن السريع قوي بتاع سامسونج ال 25 واط. طبعا الكلام ده بتشحنه بالشاحن اللي مش بيجي في العلبه. الارقام تبدو عاديه جدا وده لان 90% من الموبايلات ويمكن اكتر من كده مساحه بطارياتهم 5000 ملي امبير. ولكن هنا وبما ان المعالج بيجي بتقنيه تصنيع حديثه وهي 6 نانومتر، فبتوفر بنسبه كبيره قوي في استهلاك البطاريه. ده غير ان دقه الشاشه اتش دي بلس فقط وده برضه بيوفر كتير قوي من استهلاك البطاريه. وفي العموم اكتر حاجتين بيستهلكوا طاقه من البطاريه هما الشاشه والمعالج. وبما ان المعالج والشاشه هنا موفرين بشكل كبير في استهلاك الطاقه، فبطاريه التليفون ده وبشكل عملي هتقعد معاك طول اليوم بمنتهى السهوله، ان ما كانتش ممكن تقعد اكتر من كده كمان. وملخصا كده ياتي هذا الهاتف الرائع بثلاث نسخ وبثلاث اسعار مختلفه: 4 جيجا رامات مع 64 جيجا مساحه داخليه بسعر 4850 جنيه، 4 جيجا رامات مع مساحه 128 جيجا بسعر 5700 جنيه، و6 جيجا رامات مع 128 جيجا مساحه داخليه بسعر 6300 جنيه. طبعا الارقام دي كلها ممكن تبقى متفاوته 50 100 200 جنيه على حسب المكان اللي انت هتشتري منه، ولكن هو ده تقريبا الرينج. معاك تدفع 6000 جنيه وتجيب نسخه ال 6 جيجا رام، تبقى زي ما قلت لك كده عملت الصح مع نفسك. مش عايز تدفع اكتر من 5000 جنيه وهتجيب نسخه ال 4 جيجا رامات، فانا لسه عند رايي ده اقوى اداء هتاخده في الفئه دي كلها. وفي الاخير لو انت عايز تليفون اقتصادي متميز يقدم لك اداء مفيش اروع من كده مع بطاريه جباره، سوفت وير مستقر جدا مع دعم تحديثات لحد 6 سنين قدام، كاميرات مقبوله جدا ومعالجه احسن من معظم الكاميرات اللي في نفس الفئه، فانت قدام فرصه ممتازه لاقتناء السامسونج A07. واخيرا لو الحلقه عجبتك واستفدت منها باي شكل ما تنساش تعمل لايك للحلقه، سبسكرايب للشانل، وسلام.